بناء المستقبل. كيف ممكن تبني مهارات الفريق؟ لما أنت بتكون صاحب عمل ورائد أعمال، أحد صفاتك الأساسية التعلم المستمر. هذا الشيء ينطبق تماما على فريقك. لازم يكون في سيستم تطوير دائم، في عنا دورات مكثفة، في عنا ترندات نشتغل عليها على تطويرها، في عنا بعض الصفحات الكبيرة والمنافسة. مثل ما أنت داير بالك على فكرة تطويرك المستمر، فريقك لازم يكون عم يشتغل على موضوع التطوير المستمر، إن كان دورات تدريبية، ورش عمل، ممكن تعمل اجتماعات دورية وتطور فيها لغة، تطور فيها مهارات تواصل. في مهارات كل الفريق لازم يكون بيعرف يعملها، مثل الاجتماع مع الفريق أو التعاون ضمن الفريق، الثقة وبناء الذات، لازم كل شخص فينا يعرف يتعامل فيها. فأنت في عندك دورات مخصصة للمهنة اللي بيشتغل فيها الشخص نفسه كموظف، وفي عنا فكرة المهارات الأساسية اللي بتكون السوفت سكيلز، والقصص اللي ممكن إن هي تساعده على تحقيق إنتاجية وتواصل أفضل مع عملائك. لهيك موضوع النمو الدائم ما